إسحاق أوصى يعقوب ألا يتزوج من الكنعانيين الذين كان مقيما بينهم، وأن يتزوج من خاله لابان. لابان كان يسكن في العراق. ذهب يعقوب عليه السلام إلى خاله، كان يعلم أن خاله عنده ابنتان، ليا وراحيل، وأن راحيل هي الجميلة وهي الصغرى، وأن ليا هي الكبيرة ولم تكن ذات حظ من الجمال. دخل على زوجته، أصبح علم أنها ليست الصغرى راحيل إنما هي الكبرى ليا. عاتب خاله فاعتذر له خاله بما اعتذر به له. حصل من ذلك أنه ما زال مصرا على أن يتزوج راحيل، وكان جائزا في شرعهم. تزوج راحيل، لم تنجب. من التي أنجبت؟ ليا الكبرى الغير جميلة. أنجبت 6: روبيل، يهوذا، شمعون، لاوي، يساخر، زوبل. جاء خاله لابان عنده جاريتان، بلها وزلفة. أهدى زلفة للصغيرة راحيل، وأهدى بلها للكبيرة ليا. راحيل الجميلة لم تنجب إلى الآن، فدفعت جاريتها زلفة هدية لزوجها يعقوب. أصبح يعقوب كم؟ عنده 3. أنجب منها نفثالي ودان، أصبح يعقوب عنده 8. ليا الكبرى غارت، أهدت بلها ليعقوب الزوجة الرابعة، أنجبت جاد وأشير، أصبح عند نبي الله 10. يوسف هو الراعي، بقي 12 أخ. بعد هؤلاء 10 حملت راحيل، ولدت يوسف. كيف الآن سيكون وقع يوسف ومحبته على أبيه؟ سيكون شديدا. وأتى من المرأة التي يحبها، فالأولى هو يرى أنه خدع بها، والثانية والثالثة والرابعة إنما أهديت إليه هدية، لم يطلبهما، فهو ليس معلقا قلبه بهما أو بهن 3. فأصبحت هذه الزوجة الجميلة هي التي أنجبت يوسف، ثم أنجبت بنيامين، فأصبح تعلقه بيوسف وبنيامين بديهي جدا أن يكون أكثر من تعلقه عليه السلام بال10 الباقي.